وبه يعلم أن ما جاء في بعض النصوص من انتشار القراء وكثرتهم وقلة الفقهاء أن وجود القراءة في الناس قراءة القرآن وضبطه وحفظه لا يلزم منها علما. وقد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، إشارة إلى أن القراءة وحدها من مواضع الضلال في الأمة إذا لم يكن ثمة فقه. ويظهر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى آخر، وهو ظهور القلم وفشو الكتابة. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك قد رواه البخاري في كتابه الأدب من حديث سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يظهر القلم في آخر الزمان. ظهور القلم مع انتفاء العلم وظهور الجهل دليل على أن المراد بالقلم هو انتشار الكتابة والقراءة والكتابة لا تعني علما، وليس كل من حمل القلم وحمل الكتابة يكون عالما. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلتمس الكاتب في البلد فلا يوجد إلا الواحد، مع وجود القلم. فيه إشارة إلى معاني. المعنى الأول إشارة إلى الظنية في انتشار العلم، وأن العلم يبتغى به التجارة، فلا يوجد شخص يتبرع بكتابة إلا الواحد والاثنين. وهذا إشارة إلى ما ظهر في الأعصار المتأخرة أن العلم وتعليم الكتابة والقراءة لا يكون إلا برواتب يدفعها الطلاب للمعلمين، وما يسمى الآن بالمدارس وكذلك البرامج التعليمية وغير ذلك. فتعدى ذلك إلى ما هو أبعد من القلم والكتابة، إلى سائر العلوم.